اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير وفي احسن حال. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ولايك وشير وتفعيل زر الاشتراك عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. بقدمه صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوفوا الفيديو فيه. النهارده بقى هنعمل معاكم كده فضلة خيركم صينيه بطاطس بالفراخ. انا جهزتها طبعا، قلت بعد كده اوريها لكم. طبعا انا عاملاها ني في ني زي ما انتم شايفين، لسه بدأت تغلي معايا. طبعا قطعت بصل شرايح حلقان مدور. حطيت عليه معلقه صغيره فلفل اسمر، وحطيت ملح. دعكتهم مع بعض كويس، وبعد كده قطعت البطاطس عندي طرنشات ورصيتها في الصينيه، وعليها كمان طبقة من فوق من البصل، طبقة تحتها وطبقة فوقها. وبعد كده نزلت بالطماطم زي ما انتم شايفين، ومعلقة توم صغيرة مهروس، ومعلقة سمنة زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بادئة لسه تغلي معايا اهي. ان شاء الله هتجربوها هتعجبكم بإذن الله. ومعايا هنا طبعا الفراخ. طبعا نقعتها كويس في محلول النقع. ملح وليمون وخل وميه، فلفل اسمر عشان بيحوش الزفاره، وليمون، طماطم بالشكل ده. هجهز بقى التتبيله بتاعتها اللي هحطها فيها قبل ما احطها في صينيه البطاطس عندي. طبعا هنا يا حبايبي معايا الحله على النار زي ما انتم شايفين، وهنا اللي معايا لتتبيله الفراخ طماطمايه وبصلايه وقرن فلفل اخضر وعود كزبره فص صغير توم. طبعا اقطع شرايح، وبعد كده هضيف البهارات. هنا بقى يا حبايبي زي ما انتم شايفين قطعت كل حاجه شرايح: البصل، الفلفل، طماطم. طبعا حطيت جزر كمان. معايا هنا فلفل اسمر، ورق لوري، حبهان، الملح. طبعا اقطعهم كويس، وطبعا قطعت فص الثوم شرايح صغيره. هدعكم مع بعض كويس، وبعد كده احط الفراخ. هنا بقى كده اللهم بارك، بعد ما دعكت الفراخ بالتتبيله بتاعتي كويس، طبعا عصرت ليمونه وحطيت معاها قشرتها كمان لحد ما تاخد غلوه، وبعد كده بشيلها. وهنا معايا ما شاء الله البطاطس بتغلي زي ما انتم شايفين. غطيت عليها بقى وولعت عليها النار لحد ما تتشوح معايا. تابعوني وان شاء الله طريقتها هتعجبكم وهتجربوها، وهستنى رأيكم في الكومنتات بإذن الله. هنا بقى يا حبايبي، هنا بالشكل ده اول ما غلت معايا بضيف لها حاجه كمان، واللي هي الكزبره الخضراء زي ما انتم شايفين ما شاء الله. ده صحه، بصوا جربوها على البطاطس بتدي نكهه حلوه قوي. ان شاء الله هتعجبكم باذن الله بالشكل ده. يا حبايبي طبعا الفراخ بتغلي معايا اهي. ما شاء الله ما شاء الله على الريحه، طالعه بجد جميله قوي. هنا كده يا حبايبي اللهم بارك، بعد ما نشفت طبعا هزودها الاول كوبايه ميه علشان الط... اي طبيخ بعمله لازم ازوده كوبايه ميه الاول علشان الشوربه ما تفتحش لونه معايا. وهنا طبعا الفراخ زي ما انتم شايفين اهي اللهم بارك استوت، لانها مش كبيره قوي، لانها حجمها وسط. طبعا هزودها كوبايه ميه البطاطس تاخد غلوه، وبعد كده هنزل بالفراخ، وبعد كده بشوربه الفراخ البارز اللي طالعه منها دي، بس طبعا بصفيها علشان الخلطه اللي فيها كده. اللهم بارك بعد ما حطيت كوبايه الميه غلت معايا اهي. هنا بقى الفراخ معايا هبدا اشيلها كده. بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده في الصينيه.
شايفين؟ اللهم بارك كده، اللهم بارك. رصيت الفراخ ونزلت بهرز الشوربة اغلي معاكم زي ما انتم شايفين. وده البهاريز اللي انا صفيتها. اللهم بارك، ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا ما شاء الله. تاخد بقى غلوة، ولو عايزة احتاجت مني مية تاني بزود علشان البطاطس. طبعا الفراخ انها صغيرة مش كبيرة اوي استوت، وحتى لو نص سوا بتكمل سوا في البطاطس عادي. ولما تستوي معايا هحطها بقى في الفرن تاخد لون من فوق عشان الفراخ تحمر معايا ويبقى شكلها جميل. طبعا هنا بقى يا حبيبي مش ناسيين طبعا صينية البطاطس لازم معاها شوية رز بشعرية. معايا هنا الشعرية، حطيت معلقة سمنة نزل بقى الشعرية بالشكل ده تاخد اللون الذهبي معايا. هنا البطاطس بقى بالفراخ غطيت عليها تسبك. وهنا بقى طبعا الرز نقع اهو على ما احمر الشعرية. هنا بقى يا حبايبي الشعرية خدت معايا اللون الذهبي اللي انا عايزاه. انزل عليها بقى بالرز. هنا بقى هنزل بالرز بسم الله. الشكل ده يا حبايبي اديته تشويحة مع الشعرية. هنزل بقى عليه بالمية والملح علشان يستوى كده يا حبايبي. بقى حطيت عليه المية، نغطي عليه بقى ياخد ويدي مع نفسه لحد ما يستوي. بعدين نوطي عليه بقى يتردد. وهنا بقى صينية البطاطس هديت عليها تاخد وتدي مع نفسها كده لحد ما تنشف خالص تبقى اتسبكت تمام. احطها في الفرن بقى تاخد لون. بقى يا حبايبي حطيتها في الفرن اهي علشان تاخد لون من فوق. انا بقى معايا الرز ما شاء الله اهوت اتردد معايا تمام كده. هنا بقى اللهم بارك بعد ما خدت لون في الفرن ما شاء الله. هنا بقى يا حبايبي بعد ما طلعت من الفرن ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك. شايفين الجمال ده؟ ان شاء الله هتجربوها وتعجبكم باذن الله. بس اوعوا تنسوني بدعوة حلوة من قلبكم، واستنوا تجربوها وتقولوا رأيكم في الكومنتات. ما شاء الله اهو يا حبايبي الشكل ده معايا.